رأيت إني على باب الجنة، وكأنه في شخص، والله ما أعرف أقول لك هو ملك من الملائكة أو الله، ما أعرف. فعمل لي كأنه باختبار وبيسألني، ومعي زميلتي، وبيقول لي من هو ربك، بيسألني أسئلة دينك إسلامك، وأنا عديت جاوبت، واللي معي ما عدت. فلما فتحوا لي باب الجنة، ايوه. لما دخلت الممر للجنة، داخل الجنة، وأنا أمشي على يدي اليمين أشوف لك شخص جالس، وعرفت إنه الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. عليه الصلاة والسلام جالس وقال عندي، يعني قال لي تعالي، يعني قربت عليه وقال لي نفس الشيء، قال لي كم صليتي علي في الدنيا؟ فأنا توترت، قلت له ما أعرف كم صليت عليك، يعني ما كنت بحسب. فقال لي تريدين تعرفين كم صليتي علي في الدنيا؟ قلت له أيوة. فشفته شل من بجانبه، اشتى دلو الصبغة، دلو الصبغة بس ما عليه لون أبيض. فقال لي صلواتك هنا وعددها 7 مليون. فأنا تفاجأت، يعني فرحت من العدد، قلت معقولة أنا صليت عليك 7 مليون في حياتي؟ فقال لي أيوة، وأشر بيده اليمين وعلى منازل كذا، بيوت طابق وطابقين، 3 طابق 4 طابق. وقال لي شفتي البيت اللي أشر على البيت اللي 3 طابق أو 4 طابق، قال لي هذه منازلك. وأشوف نفسي فرحت، من شدة فرحتي يعني رحت وحضنت الرسول من خصره، وربت علي على كتفي، وقمت من النوم فرحانة. هذا متى رايتيه؟ بعد ما أدينا مناسك الحج أسبوعين. الله اكبر، الله اكبر. المنام يدل ان الله تبارك وتعالى غفر لك من عمل صالح قمت فيه، فكونك من الحج فلا شك يظهر لي والعلم عند الله ان هذا هو عمل جليل، وان الله عز وجل تقبل عملك. نعم. يا شيخ، وال7 مليون هذا يدل على اعمال، هل يخص أولادي؟ لا، اعمال مضاعفه يضاعفها الله عز وجل لك.